السلام عليكم. قناة الجزيرة والعربية دائما تمتاز بالمهنية، يعني من يريدون يذكرون شيء فلازم أول مرة يرضون ربهم، بعدين يرضون جماعتهم بالخليج. ومن صدرت الفتوى بالجهاد الكفائي لحد الآن وهم مسوين على الحشد الشعبي كماشة. سيد نجح لديك أي فكرة كيف يجري الانتساب للحشد الشعبي؟ هم يقولون إنها شرعية وتحظى بغطاء من الحكومة. طبعا اولا هي لم تشكل بامر من الحكومه، ولا يوجد هيئه الحشد الشعبي تحتاج الى قانون من البرلمان، وهذا معروف لكل اهل القانون والدساتير. يعني المشكله الاولى اللي طرحتها قناه الجزيره والضيوف مالتها انه الحشد الشعبي خارج عن سيطره الحكومه، لكن قبل فتره من السياسه كانت مختلفه، لا كانت قناه الجزيره والعربيه مصره على ان الحشد الشعبي تابع للحكومه. قوات تخضع لسيطره الحكومه العراقيه وباعتراف وتمويل منها. الحشد الشعبي الدولة ساندته، رواتبهم تسليحهم من الدولة، وتعتبر منظومة أمنية ضمن المؤسسة الأمنية العراقية. هذا من جانب، أما الوتر الثاني اللي يدقون عليه قناة الجزيرة والعربية الطائفية. ما زالت تداعيات جرائم ميليشيات الحشد الشعبي في تكريت العراقية متواصلة. الاحتجاج من ممارسات طائفية. قوات يفترض أن تكون ممثلة لكل مكونات العراق الدينية والطائفية. هو الحشد الشعبي هو للميليشيات، من يحمل السلاح في الحشد الشعبي هم الشيعة فقط. نعم، يبدو أن الأخ دائما يعني يغرد خارج السرب، ولذلك والله هو من زمان يغرد، وهو هذا الوتر اللي يحاولون يرقصون عليه انه الحشد الشعبي للشيعة فقط. ويعلم انه كثير من العشائر العربيه هي عشائر شاركت، يعني العبيد بصفه برجلهم وشيخ العبيد وصفي العاصي دخل بالمعركه، ليس فقط حميد الهايس، الشيخ حميد الهايس، لا دخل كذلك كثير من الوجوه السنيه الكبيره، العبيد، البونمر، كذلك الجحايفه، البوعيسه، البومحل، الجباره، كل هؤلاء دخلوا مع الحشد الشعبي. جيد جدا، يعني اخوتنا اهل السنه هم بالحشد الشعبي. طيب ذولا شو نسميهم؟ أليست الجماعات السنية التي تقاتل إلى جانب الحشد الشعبي في العراق ثلة من المنتفعين والمتاجرين بدماء أبناء طائفتهم؟ وطالما أن وتر الطائفية بين الشيعة والسنة بالعراق ما يفيد، فراح يرقصون على غير وتر. سيد كريم، عماد يوخنا، نعم. النائب في البرلمان العراقي، نعم. وقيادي في كتلة الرافدين المسيحية، لم يقل عصابات داعش من سرقت وهجرت المسيحيين من بغداد، بل قال هي ميليشيات تابعة للحشد الشعبي، لم يسمي أي ميليشيا. جاء الدور على المكون المسيحي. دق العضو في البرلمان عماد يوخنا ناقوس الخطر، واتهم ميليشيات الحشد بالقيام بتطهير عرقي وتغيير ديموغرافيا بعض المناطق. يعني عماد يوخنا يقول ان الحشد الشعبي يقوم بعملية تطهير عرقي ضد الطائفة المسيحية، لكن اذا رحنا الى كلام عماد يوخنا في الجرائد والمجلات راح نلقاه يقول ان الحشد الشعبي هو خيمة تضم الشعب العراقي. ومع هذا ما نريد نعتمد على كلام شخص واحد، فراح نسأل شخص مسيحي بالحشد الشعبي. تفضل. أقول نحن أحفاد جون ووهب وهم أحفاد يزيد، إن كان شيعيا إن كان مسيحيا، اليوم جميعنا متكاتفين ضد تنظيم داعش الإرهابي. مثل ما تعرف أخي الكريم وأكررها مرة ثانية، هم أحفاد يزيد ونحن أحفاد جون ووهب. الدول مثل قطر والسعودية مثلا ادعت أن الحشد الشعبي فقط للشيعة، حشد الشعبي ميليشيات، حشد الشعبي طائفيين. اليوم أخي الكريم الحشد الشعبي يجمع جميع الطوائف، مسيحيين، سنة، شيعة، حتى الاخواننا سنة مجهزين نفس التجهيز الشيعة. يعني ان الحشد الشعبي الممول من الحكومة وخاضع تحت سيطرة الحكومة ويضم كل اطياف الشعب العراقي، ومع هذا هاي المواصفات كلها ما تعجبكم. طيب شنو اللي يعجبكم؟ شنو الحل البديل عن الحشد الشعبي؟ بأسلوب اتسم بالسرية والدقة في التنفيذ، تمكنت قوات الحشد الوطني من تطهير قريتي النوران وبريمة الواقعتين شمال الموصل، واللتين كانتا تحت سيطرة تنظيم داعش. قد استطاعت أن تكون قوة فاعلة ومؤثرة، وأصبح لدى أهالي محافظة نينوى أمل حقيقي في تحرير مدينتهم مدينة الموصل. يعني هو هذا البديل اللي يعجبكم؟ دقيقة أثيل النجيفي يحرر الموصل.
على العموم اخر وتر قاموا يلعبون عليه ان الحشد الشعبي يعتدي على اعراض العالم. لو كان هذا الكلام صحيح كان زلمكم ما شفت بهدوم النسوان. شكرا جزيلا.